سلام صابلي بريستيج بعجينه الحلويات المحترفات. خرجوا منه شكال قد ما بغيتو، ما يتقلص لكم في الفران ويبقى مقرمش مده طويله. واحد لايك للفيديو، اشتراك الا كنتو جداد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ويلا معايا نبداو. غادي نحتاجو في المقادير، عندنا 3 البيضات، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال السنيده، والكاس هنايا ديال العنبه باش كنهبرو. عندنا ساشي ديال الفاني، 2 كيسان ديال الزيت، معلقه صغيره ديال نسمه الناطه، عندنا كيلو ديال الدقيق معبور، وعندنا كاس ديال العنبه حتى هو ديال الدقيق، عندنا رابعه ديال الزبده غنستعملوا للدا، وعندنا معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكليكوز. غادي ناخذوا واحد القصريه نديروا فيها البيض، قلنا 3 البيضات، غنخلطوه مع السكر كلاصي والسكر العادي، وغنديروا ساشي ديال الفاني. غنخلطوا هاد العناصر مزيان حتى كينسجموا مع بعضياتهم ويذوب لينا هذاك السكر سنيده، نساجم لينا السكر مع البيض، وكنحصلوا على واحد الخليط اللي كيجي كريمي، يعني منسجم مزيان ومخلط وكيكون كريمي كما قلت لكم، كيجي الخليط كريمي. عاد غادي نضيفو، يعني في هذه المرحله غادي نزيدو الزيت اللي قلنا عندنا 2 كيسان ديال الزيت. دائما كنعبروا بالقياس ديال العنبه، وغنديروا النسمه ديال الناطه اللي غنديروا راس معلقه ديال نسمه الناطه، وممكن ديروا اي نسمه بغيتو، غير هي كنديروا نسمه الناطه باش الا بغينا نقسموا العجين ونديروا فيه نسمات اخرى، يعني نديروا الكاكاو اولا نديروا الشكلاط، القهوه، اولا اي نسمه، اولا الفرomبواز، اولا اي مذاقات اخرى، فكيتماشى مع هاد المذاق ديال الناطه. حتى في التزيين ملي كنزينوا بشي مذاقات اخرى ما كيتخلطوش لنا المذاقات، كيعطي هاد الناطه كيعطي واحد المذاق مميز للصابلي. غادي نزيدو في هاد المرحله هذه واحد المعلقه كبيره ديال الكليكوز كيخلي الصابلي ديالنا كيبقى مقرمش، كيبقى مده طويله وهو مقرمش. وفي كنحاولوا ندخلوه في الخليط حتى هو مزيان حتى كينسجم لينا الخليط بهاد الدرجه هذه وكتذوب السنيده تماما. عاد في هذه المرحله غادي نزيد الدقيق غادي نضيفوه كامل، كيلو ديال الدقيق غادي نديروه، يعني هنايا معبور الدقيق معبور ومغربل، غادي نزيدو كامل وغادي نخلطو مزيان مع هاد العناصر حتى كيترمل لينا العجين. كنحصلوا على واحد الخليط، على واحد العجين مرمل. هذا هو الاختلاف ما بينه وما بين الصابلي العادي، يعني طريقه العجين بهذه الطريقه مختلفه على طريقه العجين اخرى. يعني كنرملوا هذا الخليط مزيان حتى يدخل لنا هذا الدقيق كله، كيشد لنا هذاك السوائل اللي درنا في الاول والبيض. من بعد عاد غادي نزيدو الزبده، يعني كما قلنا عندنا ربعه ديال الزبده ديال اللذه تكون بالحراره ديال المطبخ. غادي نقطعها باش تسهل ليا اني ندخلها في العجين كامله، غنقطعوها هكايا قطع صغيره وغنبداو نعجنوها، يعني كتدخل لينا في هذاك الخليط اللي درنا ديال الدقيق. من بعد ما رملناه كنبداو ندخلو معاه هذيك الزبده كما كتشوفوا بهذيك الطريقه. ملي غندخلو هذيك الزبده كامله في هذاك الدقيق اللي قلنا كيلو ديال الدقيق، غادي تلاحظي ان هذاك العجين ولا شويه يعني باقي خصو الدقيق، يعني غادي يتجمع وغادي يكون كيتلصق بزاف، يعني باقي خاصو مازال الدقيق. في هذيك المرحله عاد غادي نزيدو هذاك الكاس اللي قلت لك. كما شفتوا انا من بعد ما دخلت هذيك الزبده كامله في هذاك الدقيق كيجينا العجين كيتلصق، يعني باقي محتاج مازال الدقيق. هنا عاد غنبداو نزيدو هذاك الكاس اللي قلنا كان بوحدو، غنبداو نضيفوه بالتدريج، نزيدوه شويه بشويه وحنا كنجمعوا الصابلي، ما ندلكوش، نجمعوه غير هكايا بيدينا، غير بالاطراف ديال الاصابع نبقاو نجمعوا فيه حتى كندخلوا فيه هذاك الدقيق اللي عندنا ديال الكاس. نقدروا نكملوا هذاك الكاس، نقدروا ما نكملوش، المهم كنبقاو نضيفوه بالتدريج حتى كنحصلوا على واحد العجين اللي متماسك. هنا رشات ليا تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الدقيق، صافي غيكون عندنا العجين ديالنا ها هو واجد. غنحطوه على جنب وغادي ناخذوا بلاستيكه فاش غادي نسرحوه. ما يحتاجش هذا تدخلوه للثلاجه لا حتى شي حاجه،
غادي غير نغطيه باش ما ينشفش ليا من الفوق وتكون ليا ديك القشره ديال العجين باش ما ينشفش معايا هاد العجينه. المهم ضروري انه يتغطى. صافي غادي نخدم به مباشره، يعني ما ندخلو ولا للثلاجه لا والو. غادي ناخذ واحد نقيطه ديال الزيت ندهن بها هكايا فين غنخدم، وغنحط واحد البلاستيكه باش ملي نعود نخدم هكايا نسرح العجين ما تبقاش البلاستيكه تبعني وتجمع، ما غاديش تخليكم تخدموا مزيان. فمن الاحسن نديروا ديك شويه ديال الزيت ونلصقوا فيها ديك البلاستيكه. صافي واحد رشيشه خفيفه ديال الدقيق، وناخذ واحد القياس ديال العجين ونسرحوه. الا كنا غنديروا صابلي هكايا كتكوني دايره الافكار في راسك، يعني اش من صابلي الاشكال اللي بغيتي، يعني دائري مربع، كتكوني دايره في راسك طريقه التزيين واشنو الاشكال اللي بغيتي. الا كنا بغينا نديروا يعني الشكل اللي غادي يلصق فيه الشوكولات فكنديروا واحد العجين يكون شويه غليظ. اما لكن اللي غنديروا عجين واحد لاصق على واحد، يعني داك الصابلي اللي واحد ملاصق مع واحد هكا كنديروه شويه رقيق، يعني باش ما كان رقيق يكون احسن. انا هنا غادي ندير هذا، درتو هذا اوفال على شكل اوفال، درتو شويه متوسط لان غادي نلصق فوق منه موتيف ديال الشوكولات، فما خاصش يجيني هكا رقيق بزاف. ودائما هذاك العجين اللي كيشيط ملي كنقطعو وكيشيط لنا العجين ما نحطوش بوحدو اولا نرجعوه مع العجين الاول، لا دائما نضيفوا عليه عجين اخر جديد. لانها ملي كتحطوا هذاك العجين اللي كيشيط لكم كتحطوه وكيبقى حتى الاخير عاد تخدموه، تما فين كيبدا يتجمع معكم هذاك العجين ملي كتدخلوه الفران اولا كيخسر ما كيبقاش في الحجم ديالو. فمن الاحسن دائما العجين اللي كيشيط لينا من بعد ما كنقطعوا الصابلي بالاشكال اللي بغينا كنزيدوا عليه عجين جديد، يعني ما كنحطوش شي عجين على جنب نهائيا، داك اللي شاط نزيدوا عليه عجين اخر وكنبقاو غاديين هكاك حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل. بهذه الطريقه راه ما كيتجمعش معكم في الفران نهائيا. الشكل الثاني انا قطعته بهذا الشكل، هذا اللي الشكل السداسي حتى هو يا الشكل هكايا جديد. غادي ندير ليه حتى هو موتيف ديال الشكلاط، داكشي علاش درتو غليظ. وعندي هاد مربع، وكما قلت لكم كتقطعوا بالاشكال اللي بغيتو. انا خرجت منه 4 ديال الاشكال، كتقدروا تخرجوا منه نتوما الشكل اللي بغيتو، لان تبارك الله يعني هاد العجينه كتخرج بزاف، يعني كتخرج واحد الكميه مزيانه ديال الصابلي. داكشي علاش تقدروا ديروا حتى 6 الاشكال علاش لا، يعني راه ماشي مشكل. الشكل هذا الثاني غناخذ نفس هذيك القطعه اللي على شكل سداسيه الشكل، وغناخذ هاد اللاطه ديال اللي كنصايبوا فيها البهله وغادي نديرها لداخل. هاد الصابلي من اسهل ما يكون لانه كتقطعوه وتعمروه ويتفينا وكل شيء عاد يدخل الفران، يعني ملي كيخرج من الفران كيخرج مفيني، ما كياخذش لكم بزاف ديال الوقت. فكناخذوا هذاك الشكل، اما نقطعوها على شكل سداسيه كما درت انا، اما تقطعوها شكل دائري او على شكل ورده تكون كبيره، يعني القطع ديال الورده، وكنديروهم في هذيك الحفيرات ديال هذيك الطاوه ديال البهله وغنحطوه على جنب. هنا من بعد ما قطعت الاشكال كامله انا غندخلها للفران. الفران مشعل من قبل وكنقصوا ليه البوطه، كنقصوا العافيه، يعني تكون عافيه مهيله باش ما يتحرقش لينا وباش كيجينا داك اللون موحد، يعني لون واحد كما كتشوفوا، يعني كيجينا واحد اللون اللي ذهبي ولون زوين وما كيجيش محمر بزاف، يعني كيعطي ياخذ غير هذا اللون. مهم جدا ان الفران تنقصوا ليه تنقصوا العافيه، بحال كما كنطيبوا الكيك بحال هكاك كنطلعوه الفوق حتى كيطيب من الجهه التحتانيه وكنهبطوا لاطه لتحت، يعني تكون العافيه فوق منه حتى كنحصلوا على هاد اللون الذهبي. الصابلي اللي غنطيبو في هاد الطاوه ديال البهله فانا نعمرهم بهاد الحشوه هادي. عندي هنايا المكسرات اللي عندكم، يعني اللي موجود عندكم. انا هنا عندي شويه ديال اللوز وشويه ديال الكاوكاو محمرين ومهرمشين، غنخلط معاهم قشور ديال البرتقال معسلين ومقطعين هكايا طريفات صغار. عندي فواكه معسله حتى هي مقطعه هكايا صغيره، والفواكه معسله وقشور البرتقال راه مصوبين في الدار، غنخلي لكم الفيديوهات ديالهم الروابط ديالهم في صندوق الوصف. وغنخلط هاد العناصر، ممكن نزيدوا معاهم حتى شويه ديال الزبيب. غندير واحد القياس تقريبا 3 المعالق ديال الجليكوز ونفس الكميه ديال العسل. هنا كتبقى الكميه ديال الجليكوز والعسل على حسب الكميه اللي درتو ديال المكسرات. المهم انكم ما تكونش كميه كثيره، غير الكميه ديال العسل والجليكوز غير الكميه اللي غادي تلبس لكم هاد المكسرات اللي درتو، يعني
غير تلبسوا صافي. يعني كما كتشوفوا راه في الكاسرول راه كيبان لكم ناشف، ما فيش بزاف ديال العسل. كندوزوه فوق البوطه واحد شويه حتى كينسجم مع بعضياتهم وكيذوب هذاك الكليكوز وكيتلبس ليا هذوك العناصر كامله صافي. وكنحيدوه وكنبداو نعمروا بهم هذا الصابلي هذا اللي درناه هنايا في هذه الطاوه. هادو كيجيو على شكل هكايا وريدات بحال الجبيبينيات معمرين. كيجي ساهل كما قلت لكم، فهو كيدخل مفيني للفران. كنخليوه حتى هو حتى كيطيب الفوق بنفس الطريقه ديال اللي طيبنا فيه الاخر العادي، وكنهبطوه لتحت حتى كيبان لنا الجوانب ديالو تحمر وكنحيدوه. من بعد ما طاب هكايا الصابلي فانا غادي ناخذ الشوكولاط ابيض باش يعطيني هذاك اللون اللي شويه ما رمادي. فانا غندير معاه واحد جوج شوكولاتات تقريبا زلافه ديال الشوكولاط ابيض، غندير معاه جوج شوكولاتات كحلين باش يعطيني هذاك اللون الرمادي. هادو هما لي موتيف اللي غادي نستعمل. كاين شكل بيضاوي وواحد الشكل اللي على شكل سديسي. وباش تسهل عليا القضيه فانا كنديرهم في هاد القريعات هادو وكنبداو نعمروا ديك الساعه الاشكال اللي بغينا. هذا الشكل المربع نعمروهم وندخلوهم للمجمد. كذلك هذا اللي شكل اوفال درتو بداك الشوكولاط اللي رمادي وكندخلوهم للفريغو وكنخليوهم يعني نخليهم واحد المده واخا يجمدوا. يعني نخليهم تقريبا واحد 5 دقائق هكاك باش كيبقى لينا داك البريو ديالهم. هاد الشكل السداسي نقول لي السديسي فيه 6 المهم هاد الشكل هذا. فانا يا درت النص ديالو بالابيض والنص ديالو كنديروا النص الابيض وكندخلوه للثلاجه حتى كيبرد يعني كيجمد. وكنديروا هذوك الجهات الحفيرات الاخرين اللي بقاو خاويين كنديروا فيهم يا اما شوكولاط كحل يا اما الشوكولاط هكايا رمادي، يعني مخلط ما بين الابيض وما بين الكحل. صافي كناخذوا من بعد ما كملنا هاد المرحله الاولى فكناخذوا خليط من الكليكوز والناباج كيكونوا نفس الكميه وكنخلطوهم مع اي نسمه بغينا. انا هنا درت نسمه ديال البرتقال كندهنوا به هكايا الصابلي. انا درت هذاك المربع دهنت به الصابلي المربع وكنديروا فيه هذاك الموتيف ديال الشكلاط وكنديروا واحد الوريده من عجين السكر اولا عجين الشوكولاط اللي كنخرجوا هكايا وريدات كيكونوا هاد لي موتيف ديال السيليكون. كنعزلوا الزواقه اللي بغينا. انا درت هاد على شكل بابيون كنكونوا صايبناهم حتى هما من قبل صافي وكنزوقوا بهم هكا الوجه ديال الصابلي. كديروا اللون اللي بغيتو. والجهه الاخرى اللي بقات خاويه فاحنا كنديروا ليها يا اما كاوكاو مهرمش يا اما اللوز مهرمش كيكون مهرمش محمر ومهرمش. وفوق من الموتيف ديال الشكلاط كنحطوا هذيك الوريده اولا البابيون اللي درنا بعجين السكر. وفي الوسط كنديروا هكايا داك العقيق الفدي باش نكملوا به التزيين. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني اللي على شكل اوفال فكذلك كندهنوه بهذيك الخليط ديال الكليكوز والناباج وغنحطوا هذاك الموتيف وكنزيدوا هذيك الحفيرات اللي كيبقاو الوسط كنزيدوا نعمروهم يعني نزيدوا فيهم واحد 4 معالق ديال هذاك الخليط باش كيعطي الشكل ديالو كيكون زوين. من بعد ما كنعمروا هذوك الحفيرات غادي نرشهم بواحد شويه ديال العقيق اي لون عندكم متواجد عندكم اولا اي لون اللي غادي يمشي مع هذاك اللون ديال الشوكولاط اللي درتو. دائما الا درنا مثلا هذاك الموتيف بالشوكولاط اسود نحاولوا انا نديروا داك العقيق باش غادي نزينو يكون لون مفتوح باش يفتح لنا الصابلي يعني يفتح لنا هذوك الالوان. انا هنا غادي نستعمل عقيق اللي فيه هكايا الابيض والحمر باش كيفتح لي اللون اكثر. كنهزو هكايا بالمعلقه واحد الحبيبات غير شويه وكنديروهم هكايا في الوسط. والشكل الثاني راه ساهل يعني ما كيحتاج غير اننا نلصقوه. غادي ناخذوا هذاك الشكل اللي قطعنا وكندهنوه بالناباج والكليكوز هذا الشكل هذا
وكنلصقوه فوق منه، يعني هو ما كيحتاجش الزواق بزاف. وكما قلت لكم يعني ممكن ديروا اي شكل بغيتو والزواق باي طريقه بغيتو، يعني كيبقى واحد المجال واسع ديال التزيين وديال الاشكال، يعني كل وحده واشنو بغات اش من شكل يعني بغات. هادو هما الاشكال اللي صوبت انايا. والشكل الرابع غادي ناخذ الشوكولاط ابيض، من بعد ما برد ليا الصابلي كناخذ الشوكولاط ابيض وكندير هكايا خطوط من الفوق. هذه من اسهل الصابلي اللي ممكن انك تجربيه، كيكون ساهل كما قلت لكم انا كتفينيه عاد تدخليه الفران. فمن بعد ما كتخرجيهم ويبرد فقط واحد الخطوط من الفوق ديال الشوكولاط ابيض او لا اسود وكتقدموهم بالصحه والراحه. هادو هما الاشكال ديالنا مع هذا العجين اللي قلت لكم اللي ساهل. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوه ويصدق معكم، وغادي يصدق معكم من اول تجربه ان شاء الله، لانه عجين ناجح 100%. بقى لي غير نقول لكم صحه والراحه، عواشر مبروكه، سلامه.